مرحبا بكم في قناتنا. لو عجبتك القصة، منساش تعمل لأيك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل قصصنا الجديدة. اسمي فاطمة، عمري 56 سنة، وأنا هقولكم أنه ترد قصة كسرت قلبي ل1000 قطعة. من 28 سنة خلفت بنتي، سميناها ياسمين. كانت فرحتي وسعادتي ومعنى حياتي كلها. جوزي محمود كان يشتغل سواق تاكسي بسيط، كان بيجيب فلوس قليلة، بس إحنا كنا بنحب بعض، وكنا حلمين نديلها أحسن حاجة في الدنيا. لما ياسمين بقي عندها 5 سنين، محمود قال لي: فاطمة، أنا عايز أشتري شقة. عشان البنت يبقى ليها بيت، عشان ما تحتاجش لحاجة. أخذنا قرض من البنك. محمود بقي يشتغل 16 ساعة في اليوم. أنا كنت بخيط في البيت وآخذ أي شغل. عشنا على الجوع، بس الحلم تحقق. اشترينا شقة صغيرة أوضتين. محمود كتبها باسم ياسمين. قال: خلي البنت يبقى ليها حاجة. أنا وأنتي عابرين في الدنيا دي، بس هي مستقبلنا. أنا ما اعترضتش. أنا كنت واثقة في جوزي، وواثقة في بنتي. السنين عدت. ياسمين كبرت، بنت جميلة وذكية. إحنا كنا بناديها كل حاجة. كانت تشتري لها هدوم جديدة، وأنا ألبس القديم. محمود كان بيتنازل عن أكله عشان البنت تأكل لحمة كل يوم. لما ياسمين بقت عندها 18 سنة، دخلت الجامعة. خاصة، غالية جدا. كانت بتتوسل: ماما، أنا عايزة أدرس هناك. كل صحباتي بدرسوا في أماكن كويسة. محمود بص لي بعيون تعبانة وقال: هنديها تعليم، هي الوحيدة اللي عندنا. أخذنا قرض تاني. محمود بقي يشتغل بالليل. أنا اشتغلت عاملة نظافة في المستشفى. كانت بنام 4 ساعات بس في اليوم، بس البنت بتدرس، واحنا كنا فرحانين. لما ياسمين بقي عندها 25 سنة، خلصت الجامعة. لقت شغل كويس في بنك. بقت بتجيب فلوس كتير، بس هي ما دتناش ولا قرش. كانت بتشتري لنفسها شنط غالية، جزم، مكياج. كانت بتروح مطاعم مع صحباتها. ومحمود لسم بيسوق التاكسي، واحنا لسم بندفع القروض. حاولت أكلم البنت: ياسمين، يا حبيبتي، ممكن تساعدينا شوية؟ بابا تعبان. هي لوحت بإيدها وقالت: ماما، أنا لواء حياتي. أنا شابة، عايزة أعيش لنفسي. أنا سكت. قلبي كان بيوجعني، بس سكت. فكرتها تكبر، هتفهم، هتبقى أحكم. من 3 سنين حصلت المصيبة. محمود كان بيوصل راكب بالليل. سواق سكران في الطريق الثاني ضربه بسرعة عالية. محمود مات في الحال. المستشفى اتصلت بي الساعة 3 الفجر. أنا فأكرة أزئي كانت بصرخ. أزئي وقعت على الأرض. أزئي ياسمين كانت واقفة في ركن الأوضة وبتبص عليا بعيون باردة. هي ما عيطتش، حتى في الدفنة ما عيطتش. بعد موت جوزي، أنا فضلت لوحدي. المعاش 800 جنيه. الشغل في النظافة 1200 كمان، يعني 2000 جنيه في الشهر. بالعافية بيكفي الأكل والدواء. ياسمين كانت بتجيب 8000 جنيه، بس فضلت عايشة لنفسها. أنا ما طلبتش. أنا كنت مستحية. هي بنتي، أنا ربيتها. فكرت هي لوحدها هتفهم.
بس هي ما فهمتش. من شهر حصل لي كسرني خالص. رجعت البيت بعد الشفت. كانت تعبونة جدا لدرجة إن رجلي كانت بتترعش. قعدت على الكنبة. كنت عايزة أشرب شاي. ياسمين كانت قاعدة على الترابيزة معها أوراق. والشهن بارد. نظرتها قاسية. قالت: ماما، لازم نتكلم. أنا خفت. حاجة في صوتها كانت غلطا. شريرة. قلت: حصل إيه يا حبيبتي؟ هي حطت قدامي الأوراق. شهادة ملكية الشقة. قالت: ماما، الشقة دي مكتوبة باسمي. قانونيا هي بتاعتي. بابا كتبها باسمي وأنا عندي 5 سنين. أنا أزيت راسي. أيوه، أنا عارفة. هو كان عايز يبقى ليكي حاجة. ياسمين قاطعتني: ماما، أنا عايزة تمشي من الشقة. أنا ما فهمتش. قلت: إيه؟ يا بنتي، أنتي بتقولي إيه؟ قالت: ماما، أنا عايزة أعيش لوحدي. أنا عندي 28 سنة. أنا محتاجة مساحة شخصية. أنتي بتزعجيني. قلبي وقف. الدنيا دارت قدام عيني. قلت: ياسمين، ده بيتنا. أنا وبابا اشترينا الشقة دي ليكي. بس إحنا عشنا هنا طول عمرنا. هي هزت كتفها: قانونيا الشقة بتاعتي. أنا لي الحق أتصرف فيها. أنا لقتلك أوضة في سكن مشترك. 3000 جنيه في الشهر. ممكن تروحي هناك. قلت: بس أنا ما عنديش الفلوس دي. قالت: ماما، دي مش مشكلتي. عندك معاش. عندك شغل. هتتصرفي. أنا ما قدرتش أتنفس. قلت: ياسمين، أنا أمك. أنا خلفتك. ربيتك. 28 سنة أنا ديتك كل حاجة. هي قامت. باردة. غريبة. زي إنسان ما أعرفوش. قالت: ماما، أنا ممنونة. بس أنا ما طلبتش منك تخلفيني. ده كان قراركم. وأنا عايزة أعيش حياتي من غيرك. هي راحت لأوضتها. قفلت الباب. وأنا قعدت على الكنبة وعيطت. بهدوء. من غير صوت. طول الليل ما نمتش. بصيت على الحيطان دي. افتكرت إزي محمود شال ياسمين الصغيرة على يده أول مرة. أزئي هي مشيت أول خطوات على الأرض دي. إزئي إحنا احتفلنا بعيد ميلادها في المطبخ ده. ودلوقتي هي بتطردني. بنتي. ألي أنا حبيتها أكتر من حياتي. اليوم اللي بعده ياسمين دتني شهر عشين أمشي. شهر عشين ألاقي أوضه. أجمع حاجاتي. أمشي من البيت اللي عشت فيه 23 سنة. أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه. ما كانش معي فلوس. ما كانش عندي أصحاب يقدروا يضموني. الأهل بعيدين. أنا كنت لوحدي خالص. وساعتها فهمت الحقيقة المرعبة. ممكن تودي لابنك حياتك كلها وترخض في المقابل فراغ. مرحبا بكم في قناتنا. لو عجبتك القصة، منساش تعمل لأيك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشين يوصلك كل قصصنا الجديدة. كان عندي شهر واحد بس. شهر عشين ألاقي مكان أعيش فيه. شهر عشين أسيب البيت اللي عشت فيه 23 سنة. البيت اللي أنا وجوزي محمود اشتريناه بدمنا وعرقنا. البيت اللي ربينا فيه بنتنا ياسمين. البنت اللي دلوقتي بتطردني منه. أول يوم بعد ما قالت لي ما قدرتش أروح الشغل. قعدت في أوضتي.
بصيت على حاجاتي القليلة. الدولاب القديم. السجادة اللي اشتريتها من 15 سنة. صورة جوازي مع محمود. كانت بمسك الصورة وبعيت بقوله: محمود يا حبيبي، شوف بنتك عملت ايه. شوف اللي حصل لي بعدك. ياسمين ما كلمنيش تاني. كانت بتخرج الصبح وبترجع بالليل. ما بتبصش في عيني. كانت بتتعامل معاي زي إني غريبة. زي إني حد استأجر أوضة وخلص وقته. بدأت أدور على أوضة للإيجار. فتحت جورنال الإعلانات. اتصلت بأرقام كتير. كل مرة نفس الرد: 3000 جنيه شهريا، 4000، 5000. أنا معي 2000 جنيه بس في الشهر. إيه هدفع؟ اتصلت بأختي سعاد. هي عايشة في الإسكندرية. قالت لها اللي حصل. سمعت صوتها بترعش: فاطمة، والله لو معي مكان كانت جيتك عندي. بس أنا عايشة في أوضة واحدة مع جوزي وولدين. ما فيش مكان. اتصلت بأخوي عادل. رد عليا بصوت بارد: فاطمة، أنا عندي مشاكلي. وبعدين، البنت ليها حق. الشقة باسمها. أنتي لازم تتصرفي. كل واحد بيعيش حياته. قفلت التليفون. حسيت إني لوحدي في الدنيا كلها. اليوم 15 كانت راجعة من الشغل. دخلت البيت. لقيت ياسمين قاعدة في الصالة مع راجل. كان شكله في الأربعينيات. لابس بدلة غالية. بيبص حواليه وبيكتب حاجة في ورقة. قلت: ياسمين، مين دام؟ ردت من غير ما تبص عليا: ده مهندس ديكور. أنا هعمل تجديد للشقة. هغير كل حاجة. حسيت بطعنة في قلبي. تجديد. تمسح كل أثر لوول محمود من البيت ده. المهندس بص عليا بنظرة شفقة. قال: السلام عليكم يا حاجة. ربنا يعينك. ما قدرتش أرد. دخلت أوضتي وقفلت الباب. اليوم 20 رن موبايلي. رقم غريب. رديت. صوت ست كبيرة: مرحبا، أنا نادية. سمعت إنك بتدوري على أوضة للإيجار. عندي أوضة صغيرة في شقتي. 2000 جنيه في الشهر. قلبي دق بقوة. 2000 جنيه. أنا أقدر أدفعهم. قلت: فين الشقة؟ قالت: في حي بعيد. الأوضة صغيرة. 3 متر في 3 متر. فيها سرير وحمام صغير. ما فيش مطبخ. بس تقدري تستخدمي المطبخ بتاعي بعدما أخلص أنا. قلت: ممكن أجي أشوفها؟ قالت: تعالي بكرة. اليوم اللي بعده روحت الشقة. كانت في حي فقير. العمارة قديمة. السلم مكسور. نادية فتحت لي الباب. كانت ست في الستينيات. وجهها تعبن. عيونها حزينة. دخلت الأوضة. كانت ضيقة جدا. فيها سرير حديد قديم. دولاب صغير. شباك صغير بيطل على حيطه. الحمام أصغر من حمام ياسمين ب10 مرات. نادية قالت: أنا عارفة إنها صغيرة. بس أنا محتاجة الفلوس. جوزي مات. وابني ما بيساعدنيش. عايشة على المعاش بتاعي. بصيت في عيونها. لقيت نفسي فيها. ست تانية خانها ابنها. ست تانية بتعاني. قلت: هاخ خذ الأوضة. رجعت البيت. قلت لياسمين: لقيت مكانه. ردت من غير ما ترفع عينها من موبايلها: تمام.
تقدري تنقلي الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي. بقي عندي 7 أيام بس. بدأت أجمع حاجاتي. الهدوم القديمة. الصورة بتاع جوازي. كتاب القرآن بتاعي. شوية كتب. ما كانش معي حائجات كتير. عمري كله كانت بشتري للياسمين، مش لنفسي. لما كانت بجمع الحاجات، لقيت صندوق صغير تحت السرير. فتحته. لقيت فيه رسائل قديمة من محمود. رسائل كان بيبعتها لي من زمان، لما كان بيسافر يشتغل. قرية واحدة منهم. كان مكتوب: فاطمة يا حبيبتي، أنا بشتغل ليل نهار عشين نعيش أنا وأنتي وياسمين حياة كريمة. أنا بحبك. وبحب بنتنا. وكل تعبي عشينكم. عيطت. عيطت بصوت عالي. ياسمين سمعتني. دخلت الأوضة. بصت عليا بنظرة باردة. قالت: ماما، ممكن تعيطي بصوت واطي؟ أنا عندي شغل. وخرجت. اليوم الأخير جه. صاحبتي من الشغل، اسمها سميرة، جت تساعدني. جبنا تاكسي. حطينا حاجاتي القليلة فيه. حقيبتين صغار. شنطة فيها الهدام. كيس فيه الصور والرسائل. قبل ما أمشي، وقفت على باب الشقة. بصيت للصالة. فأكرة أزئي كنا بنقعد أنا ومحمود وياسمين ونتفرج على التلفزيون. أزئي كنا بنضحك. إزئي كنا عيلة. ياسمين كانت واقفة في ركن الصالة. مسكت موبايلها. ما بسطش عليا. قلت: ياسمين، يا بنتي، أنا ماشية. ردت من غير ما ترفع رأسها: سلامتك. استنيت. فكرتها تقول حاجة تانية. فكرتها تجري وتحضني وتقول: سلمحيني يا ماما. ما أقدرش أعيش من غيرك. بس ما حصلش حاجة. سميرة مسكت أيدي: يا لا يا فاطمة. ربنا يكون في عونك. نزلنا. ركبنا التاكسي. وأنا بطلع من الشارع، التفت ورايا. بصيت على العمارة. على الشقة. على حياتي كلها. وعرفت إني ما هرجعش تاني. وصلنا لشقة نادية. طلعنا الحاجات. سميرة ساعدتني أرتب. وبعدين قالت: فاطمة، لازم أمشي. جوزي مستنيني. بس لو احتجتي حاجة اتصلي بيا. حضنتها. قالت لها: ربنا يخليكي يا سميرة. النتي الوحيدة اللي وقفتي جنبي. راحت. وأنا قعدت على السرير الحديد القديم. بصيت حواليا. الأوضة الضيقة. الحيطة المشروخة. الشباك الصغير. ده بيتي الجديد. ده اللي وصلت له بعد 56 سنة. بعدما ربيت بنت وضحيت بعمري كله. أذان المغرب دخل من الشباك. سمعت المؤذن: الله أكبر، الله أكبر. قمت. توضيت. فرشت سجادة الصلاة على الأرض. صليت. وبعدما خلصت، رفعت أيدي للسماء: يا ربي، أنا تعبت. أنا مش عارفة مرحبا بكم في قناتنا. لو عجبتك القصة، منساش تعمل لأيك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشين يوصلك كل قصصنا الجديدة. مرت الشهور الأولى في بيت نادية ببطء. كل يوم كانت بصحى بدري، أصلي الفجر، أساعد نادية في تنظيف الشقة شوية، وبعدها أروح شغلي في المستشفى. أرجع العصر تعبانة، أقعد على السرير الحديد القديم، وأبص للصورة الصغيرة اللي على الدولاب، صورة محمود. كانت بكلمه في سري: يا محمود، لو كنت عايش، عمرك ما كانت هتسيبني في الحال ده.
بس أنا راضية، يمكن ربنا كاتب لي خير في اللي بيحس. نادية بقت لي مش بس صاحبة بيت، لكن أخت. كنا كل ليلة نقعد في الصالة الصغيرة، نشرب الشاي ونتكلم. هي تحكي لي عن ابنها اللي سافر وما بيسألش فيها، وأنا أحكي لها عن ياسمين. كنا نضحك مرة ونعيط مرة. اتنين أمهات قلوبهم مكسورة، بس لسه ما عندهم أمل. في يوم من الأيام، وأنا في الشغل، وقعت واحدة من المريضات على الأرض. جريت عليها وسندتها، وفضلت معاها لحد ما الدكتور جه. بعدما أطمنا عليها، بسط لي المريضة بابتسامة وقالت: شكرا يا أختي، أنتِ عندك قلب طيب. اسمك إيه؟ قلت لها: فاطمة. قالت: فاطمة، ليها شكلك حزين كده. ما قدرت شو أجاوب، بس دموعي نزلت لوحدها. حكت لها واحدة من الممرضات قصتي باختصار. المريضة سكتت شوية، وبعدين قالت لي: اسمعي يا فاطمة، أنا محامية، وبشتغل كمان في الجمعيات الخيرية. القانون مش ظالمك زي ما أنتِ فأكره. حتى لو الشقة باسم بنتك، في حقوق لك كزوجة عاشت سنين طويلة بتشارك في سداد الأقساط. على الأقل، لك نفقة، وليك مكان تعيشي فيه لحد ما تموتي. أتصدمت. قلت لها: يعني أنا مش لازم أمشي من البيت كده؟ قالت: لا، مش بالسهولة دي. بس لازم تروحي لمركز قانوني أو جمعية تساعدك. في ناس تقدر تقف جنبك. رجعت البيت يومها وأنا دماغي مشغولة. أول ما دخلت الأوضة، حكيت لنادية. قالت لي: يا فاطمة، روحي اسألي. يمكن ربنا فتح لك باب جديد. تاني يوم إجازة، أخذت عنوان الجمعية من المريضة ورحت. الجمعية كانت بسيطة، لكن الناس فيها كانوا مبتسمين. قعدت قدام محامية شابة، سمعت قصتي من الأول للآخر من غير ما تقاطعني. في الآخر قالت: يا حاجة فاطمة، اللي حصل ده ظلم، وإحنا مش هنسيبهم يعدي كده. شرح لي إن القانون في بلدنا بيدي للزوجة حق السكن بعد موت الزوج، خصوصا لو هي ما عندهاش بيت تاني، وإن كتابة الشقة باسم البنت ما يمنعش حقوق الأم لو كانت ساكنت فيها طول السنين دي وساهمت في الأقساط. قالت لي: إحنا هنرفع قضية ونطلب منع طردك من الشقة، ويمكن كمان ناخد حكم بنفقة من بنتك لو دخلها يسمح. قالت لها بصوت خايف: بس دي بنتي، أنا مش عايزاها تتسجن ولا تتبهدل. أنا بس عايزة حقي في السكن. قالت: ما حدوش هيحبسها، دي حقوق مدنية، وربنا أمرنا نرفع الظلم من على نفسنا. اتفقنا نبدأ الإجراءات. جمعوا مني كل الأوراق اللي عندي: شهادة الجواز، شهادة وفاة محمود، أي إيصالات قديمة للقرض كانت لسه محتفظة بها. كانت طول عمري بخاف أرمي الورق، ووقتها فهمت إن ربنا ألهمني أحتفظ به. مرت أسابيع، وأنا ما بين الشغل والجمعية والبيت. ما قدش للياسمين أي حاجة. هي ما كنتش بتتصل ولا تسأل، ولا حتى رسالة. كأنها نسيت إن ليها أم عايشة في حجرة ضيقة في حي فقير. في ليلة من الليالي، وأنا قاعدة مع نادية، رن تليفوني. رقم ياسمين. قلبي دق بسرعة. رديت: ألو. سمعت صوتها متردد شوي: ماما. ساكتة. قلت: أيوه يا ياسمين، عاملة إيه؟ قالت: ماما، أنت إليه عاملة قضية عليا. جسمي أتجمد. واضح إن الجمعية بعثت لها إخطار رسمي. قلت بهدوء: يا بنتي، أنا ما عملتش قضية عشان أؤذيكي. أنا بس عايزة حقي.
أنا لو حق أعيش في البيت اللي دفعت فيه عمري. قالت بعصبية: ماما، الناس في الشغل بيكلموني، بيقولون لي أزئي أمك ترفع عليك قضية. إحنا بقينا مسخرة. قلت: ياسمين، أنا بقيت مسخرة من زمان، من يوم ما طردتيني من البيت. سكتت لحظات. سمعت نفسها بتنهج. قالت: أنتي ما فهمتينيش. أنا كنت مضغوطة. أنا كنت مخنوقة من كل حاجة. أنا طول عمري حاسة إني مسؤولة قدامكم. بس لما بابا مات حسيت إن كل الحمل وقع عليا، وكانت عايزة أعيش لحياتي شوية. قلت بصوت مكسور: أنا مش إنسانة. أنا مش من حقي أعيش بكرامة. أنا ما طلبتش منك فلوس ولا هدايا. أنا بس كنت عايزة حضن، كلمة حنان، بدل ما تقول لي امشي من البيت. سمعتها بتعيط لأول مرة. قالت: أنا غلطت، بس مش قادرة أرجع الوقت. تقولي لي أعمل إيه؟ تلغي القضية، ترجع تعيشي معاي. سكت. الحقيقة إن قلبي لسه موجوع. الجرح عميق، وحتى لو رجعت هقد أنام في بيت طردوني منها. هقدر أبص في وش بنتي من غير ما أفتكر اليوم اللي قالت فيه: أنا ما طلبتش منك تخلفيني. قلت لها: يا ياسمين، أنا مش عايزة أنتقم، بس لازم تتعلمي إن الأم لها حرمة ولها حق. مش كل حاجة تتعوض بالفلوس. القضية هتكمل، بس ممكن نحل الموضوع بالصلح قدام الناس. المهم إن حقي يترجع، وإنك تفهمي إنك غلطتي. اتفقنا نروح سوا للجمعية بعد كم يوم. سكرتيرة الجمعية حضرت جلسة صلح بيننا بحضور المحامية. المحامية بصت لياسمين وقالت: يا أستاذة ياسمين، أمك مش عدوتك، هي صاحبة فضل عليك. اللي عملتيه معها قانونا اسمه طرد تعسفي، وأخلاقيا اسمه عقوق. ياسمين نكست رأسها. دموعها نزلت. لأول مرة حسيت إن الكلام وصل لقلبها. قالت: أنا مستعدة أرجع حق ماما. تفضل ساكنة في الشقة طول عمرها، وأنا هكتب تعهد بكده. المحامية قالت: كويس، وكمان لازم تديها نفقة شهرية تكفيها من غير ما تضطر تشتغل في السن ده. ياسمين وافقت، وحددوا مبلغ محترم يكفيني أعيش بكرامة. وأنا قلبي كان متلخبطا. جزء مني كان فرحان إن حقي رجع، جزء تاني كان موجوع من إن كل ده حصل أصلا. رجعت بيت نادية يومها وأنا مش عارفة أفرح ولا أعيط. حكت لنادية كل حاجة. قالت لي: شوفي يا فاطمة، ربنا ما بينساش حد. أنتي أخذت حقك، وبنتك يمكن تتغير، يمكن ربنا يهديها. بعد شهر رجعت الشقة القديمة، بس المرة دي مش كضيفة خائفة، لكن كصاحبة حق. ياسمين فتحت لي الباب. كانت مكسوفة. قالت: اتفضلي يا ماما، البيت بيتك.